عربيتك؟ قمر صح؟ صح. والبيت كمان قمر وقريب من البحر. العربية بتاعت جدتي والبيت بقى بتاع جدي. جدي كان دكتور في كلية هندسة، ساب القاهرة وجاي عايش هنا في التسعينات. التسعينات؟ يعني البيت حلو جدا ومحتفظ بحالته رغم السنين. هو أنا ظبطت فيه شوية حاجات بس مش كتير. عايز تيجي تتفرج؟ مرة تانية معلش أنا اتأخرت. براحتك. تشرب حاجة؟ متشكر أنا كويس. ده إيه؟ ده دش. دش؟ مكان غريب أوي حد يستحمى فيه. جدي بقى كان مهووس بالنظافة، كان ما بيطيقش الرملة تخش البيت خالص. فبقى الكابينة دي عشان واحنا راجعين من البحر نشيل الرملة من على جسمنا. بس بيني وبينك لما بتبقى الدنيا فاضية بستحمى هنا. مفيش ألذ من إنك تستحمى في الهوا. بتفكر تجرب صح؟ الوقت اتأخر. شكرا على التوصيلة. مفيش حاجة. ما كنتش عارف اتصرف ازاي، وطبعا ما اعرفش انه جوزها، ولو كانت متجوزه طب ما قالتليش ليه؟ هلا ما قالتلكش قبل كده انها ممكن تكون اتعرضت لاي نوع من انواع العنف المنزلي؟ لا، يعني احنا كنا بنيجي عند النقطه دي وما نفتحهاش، لكن كنت بلاحظ اثار يعني كدمات على رقبتها وسحاجات على بعض اجزاء من جسمها. طيب حضرتك لو مش محتاج لي تسمح لي استاذن؟ تستأذن تروح فين؟ كمل قهوتك، لسه قدامنا شويه. لسه ما اتكلمناش عن المخدرات. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، مفيش كلام. شويه لقيته واقف معايا عادي. انا رحت ميلت عليه، قلت له ايه الاخبار؟ لقيته بص لي كده وطلع يجري. ثانيه بعدها حلواني دخل عليا بيقول له شو اسماعيل. مش عارف اقول له ايه. بقول له لسه مفلق من هنا. حلواني لسه راح مسابقات 3 شوارع. مساء الخير. معلش أنا آسفة على التأخير. لا ولا يهمك. انت كويسه؟ كويسة. يلا بقى، كويس انك لحقتي المسقعه، كانت هتتنسف. حط لمراتك مسقعه يا حبيبي.
He goes on the overlap and gets away from Alexander Arnold. And it's Vinicius Junior. ما تيجي نقول نساعد أحلام تلاقيها واقفة بتغسل في المواعين. هون تنشي هي مش بتحب هدية سابها. طب ما تقري لي. يلا اختاري كارت واقلبي. الكارت ده علامة على حاجة جديدة هتحصل في حياتك، حاجة قوية ومؤثرة هتخطفك. تاني؟ ده ولد صغير صح؟ ده مش طفل بالظبط. بصي مكتوب انه مرسال هيجيلك برسالة، بس لازم تتعاملي معها بحذر. مش يلا بينا؟ على فين؟ عالجونة. شباب الكايتين عاملين قعدة على البحر. طب ينفع أحصلك كمان شوية؟ براحتك. على الأقل من مهلك. هو قافش كده ليه؟ انتم كويسين؟ لا كويسين. أنا وسيف نعرف بعض من وإحنا صغيرين، عدينا بكل حاجة سوا، بس في الوقت ده كنت حاسة إني معرفوش. زعلي وغضبي بنى سور شفاف ما بيننا، كل واحد فينا بيتكلم ومحدش سامع، لحد ما زهقنا ومبقاش لي لازمة حتى نحاول. كنت بدور على حاجة تشدني مش لاقية. مفيش حاجة أمسك فيها. في دماغي كنت مدية فرصة للحياة 4 سنين كمان لحد ما أوصل 35، يا لاقي حاجة تقنعني أكمل يا إما